ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. هي أيام عمل واجتهاد، هذه الأيام أيام عمل واجتهاد، وستأتينا العشر من ذي الحجة. قال الله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ربي سبحانه وتعالى راح يشوف العمل تاعك. يا الله، هنيئا لك إن كان عملك حسنا. تصور أنت تدير عمل راح يشوفه ربي يوم القيامة. لو تخدم في مصنع والله في إدارة ويقول لك المدير نتاعك أتقن ذلك الشيء لأراه، والله وجينا فلان ليراه، كيف سيكون إتقان ذلك العمل يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ستتقنه وتعمل فيه وتجتهد به حتى ترضي المخلوق، فما بالكم بإرضاء الخالق عز وجل. العمل تاعك راح يشوفه الله عز وجل، أول من يطلع عليه هو ربك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أناس لم يعملوا، علينا أن نذكرهم. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. مضوا ولكن بقي الأثر. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. غدا توفى النفوس ما كسبت ويحسد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. وقفة وشهادة حق في مرابط وشهيد. أحدثكم ونحن في أيام الوباء مع ليس طبيب وليس ممرض يا أحبة رسول الله، أحدثكم عن رجل شرطي باش تشوفوا الأمة اليوم كلها متكافلة. هذا الوباء وهذا العدو وهذا البلاء لن نخرج منه إلا بالتكافل. ما بقاش فيها هذا إمام يقعد فقط وهذا شرطي اللي يخدم برك وهذا دركي وهذا طبيب. الكل قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى. هذا مش وقت المشدات وقت كذا وقيل والقال، إنه وقت النزول إلى الميدان. أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحتاج الجميع مصداقا لقول الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اسمعوا: وقفة وعظة وعبرة. وقفة وعظة وعبرة. أذكر لكم اسما قد تعرفونه وقد لا تعرفونه، ولكن الله يعرفه يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرابط كالطبيب وكالممرض وكسائق سيارة الإسعاف، إلى كل المرابطين يا أحبة رسول الله هنيئا لهم، والله ندعو لهم في هذا اليوم المبارك أن يحفظهم الله عز وجل. ومن هو مريض ندعو الله أن يشفيه الله عز وجل. ومن مات نسأل الله أن يحشره مع الشهداء يوم القيامة. قيام ساعة في سبيل الله أو رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. أذكركم اليوم بجمال شينون رجل الشرطة يا أحبة رسول الله في عين والمان. جمال شينون. فيقول قائل: من جمال شينون هذا؟ اسمع: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا أحبة رسول الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جمال شينون رجل شرطة، والله قادر يقول: أنا رجل شرطة أخرج إلى الشارع وأنظم المرور وانتهى الأمر. لا، ما أعظمك يا كعبة ولكن نفس المؤمن أعظم منك. ما أعظمك وأعظم حرمتك وما أطيبك وأطيب ريحك ولكن نفس المؤمن أعظم منك. هذا الرجل عرف قيمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. في هذا الوباء وهذا البلاء تلغى جميع الأسماء وتلغى جميع أحبة الألقاب وتلغى جميع الأوسمة وتلغى جميع هذا فلان، ما فيهاش فلان والله فلتان. اللي قادر يقدم لأمة محمد فليقدم. قال الله عز وجل: لأنه الشيء اللي قدمته فهو لنفسك. قال الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وعجلت إليك ربي لترضى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. غدا توفى النفوس ما كسبت ويحسد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. حتى لا أطيل عليكم أيها الأفاضل، جمال شينون رجل شرطة في عين والمان، ناداه مدير المستشفى: يا الأخ جمال اسرع إلينا. فذهب جمال إلى المستشفى، وإلا ما دخلوا جمال في المستشفى. راح المشفى، التقى بالمدير: السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخي جمال، عندنا نقص كبير جدا بل انعدام. في ماذا؟
في صناديق الموتى، مع أن الصنادق مصائب كبيرة أحبة رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الغبن، والله عز وجل يرفع عنا هذا البلاء، وإلا الأمر خطير أحبة رسول الله. للأسف الناس جالسين في الطرقات، وناس جالسين في البيوت، وناس راهي تعاني، راهي تجري بالليل والنهار في سبيل الله، لا يريدون جزاء ولا شكورا مرضاة لله عز وجل. الناس راهي تعبى أحبة رسول الله، الناس راهي تبكي، أطباء تبكي، ممرضين يبكيوا، ناس فقدوا أحبائهم، فقدوا إخوانهم. هناك من لم يرى أمه ولا أباه ولا زوجته ولا أولاده. هناك أحبة رسول الله من عيد عيد الفطر مع أولاده من الزجاج، جاء أولاده لقدام المستشفى فأشار لهم بيديه عيدكم مبارك، لا يذهبون، يخافوا يأذيوا أولادهم أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محجورين، احنا محجورين وقت واحد في بيوتنا، هم محجورين في المستشفى ومحجورين على العائلة نتاعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في العون. جمال، خونا جمال شينون، هذا الرجل ذهب إلى المستشفى، ما الذي ينقص؟ قال والله ما كانش صنادق تاع الموتى. يبدأ في الاتصالات، السلام عليكم، إلى المساجد، إيش ما كان صناديق، معظم مساجد الصناديق داوها للمستشفيات في بادئ الأمر، ما فيه. يروح المكان فلاني ما كانش، يتحير. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس بمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. احنا أخذين هذه تتحير من مش كل مدرسة تاعنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسيتوا يا أمة محمد نبيكم محمد لما كان يدور في الطائف يرمى بالحجارة ويرمى بالكلام السيء والبذيء حتى تدمى قدماه ويجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الناس باش ينقذ الناس، باش ينقذ البشرية، ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. مشى النبي وعيد في الطرق وفي الشوارع وفي الأسواق حتى ينقذ البشرية، حتى ينقذ الإنسانية من ظلمات الجهل إلى النور. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا دور النبي، هذه فيه رسالة باش الناس لازم تخرج، لازم تبلغ، لازم توعي أحبة رسول الله. بلغوا عني ولو آية، والناس فيها الخير. نذكركم بقول الله لنبيه محمد وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. تنفع. نبي خرج ما بقاش قاعد، النبي ما رقدش يا أحبة رسول الله. النبي مشى في صحاري يبيد فيها البيد ويأتيه فيها الذكي والبليد لأجل تبليغ رسالة الله عز وجل. بقدر العناء تنال المنى. خرج هذا الرجل بالاتصالات حتى وصل إلى محسن من المحسنين. قال يا فلان، قال ما بك؟ قال ما عندناش صناديق، الناس ما لقيتش وين تدير الموتى نتاعها في الصناديق. خلل فادح، الغالب مصيبة جات أحبة رسول الله نتحملها جميعا بإذن الله عز وجل. قال المحسن يقول أخونا جمال شينون عليه رحمة الله، يقول له يا جمال روح شوفوا انت خدموا الصناديق وأنا أتكفل بالتكلفة نتاعها. الله أكبر. ما زال الخيرون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الكريم حبيب الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. هذا المحسن هذا ولو بأقل الأشياء. الكريم هذا كريم كي تقصده ما يرجعكش، خاصة في أيام بلاء ووباء، في أشد الأيام اللي تحتاج الأمة محسنيها، تحتاج أن نقف معنويا ماديا. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، يقول النبي فليفعل. الفاء تفيد الفورية، لا تنتظر، بالك ربي يدير لك اختبار في ذلك الوقت باش يشوفك انت هل تستجيب أو لا تستجيب. عجل، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وعجلت إليك ربي لترضى. التسويف، اترك من التسويف فإن سوف جندي من جنود إبليس. فقال المحسن أخونا جمال شنين رجل شرطة يقول له يا أخ جمال، قالوا روح شوفوا انت خدموا الصناديق واتكلوا فعليا. فجزاه الله خيرا. انتقل أخونا جمال رغم الوباء ورغم المرض ورغم التعب بأحبة رسول الله، يروح يجري مصنع الخشب. هذه قصة حقيقية هنا في عين والمان في أيام الوباء هذا أحبة رسول الله، باش تشوفوا الناس وش راهي تجري. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الله خلق المعروف وخلق للمعروف أهله. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم مفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليه كي يختارك الله ويديرك جندي من جنود وتخدم الأمة نتاعو، هذا فضل وشرف ليك أحبة رسول الله. انت تقول اني تعبت، وش من تعب في الدنيا هذه؟ احنا خلقنا ربي باش نتعبوا. لا شفاعة في الموت ولا حيلة في الرزق ولا راد لقضاء الله ولا راحة في الدنيا، إنما الراحة بعد لقاء الله عز وجل.
إنما الراحة بعد لقاء الله. ينتقل أخونا جمال يا أحبة رسول الله إلى مصنع الخشب، وين يصنع الخشب ويصنع الأشياء. يتكلم مع مول المصنع يقول له العمال هناك، فتفاوض معهم. العمال والأجرة وما كانش مسلكناهمش، العمال عندهم أشهر معدودة والبلاد حابسة والوباء وما إلى ذلك ما كانش مدخول. فتفاوض جمال عليه رحمة الله مع العمال، قال لهم نقصوا لنا شوية، وهذو صنادق تاع موتى، معليش أنا نتكلم بهذه اللغة حتى يفهمها الجميع أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفاوض أخونا جمال مع العمال، فاتفقوا على صناعة الصنادق تاع الخشب، 50 صندوق يا أحبة رسول الله. فصنعت 50 صندوقا، فجزاه الله خيرا. ولكن اسمعوا في الأخير يا أحبة رسول الله ماذا حدث. أخونا جمال كان له نصيب من هذه الصناديق، من الصناديق هذه اللي صنعها أحبة رسول الله، كان له صندوق من هذه الصناديق. مات أخونا جمال شنين بهذا الوباء، ودفن ووضع في صندوق من هذه الصناديق يا أحبة رسول الله، وشيع إلى مثواه. يحق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. توفاه الله شهيدا يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى العمل ونحن مقبلون على العشر من ذي الحجة. واحد فينا موضى من نفسه، الموت في كل يوم ينشر كفنا، ونحن في غفلة عما يراد بنا. أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين كانوا هم لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرهم لأطباق الثرى رهنا. الموت راهي تدي في الكبير وتدي في الصغير، تدي في الرجل، تدي في المرأة. لا تشاور أحدا يا أحبة رسول الله، اغتنموا الفرصة وادعوا هذو اللي ماتوا بداء كورونا ربي سبحانه وتعالى يحشرهم من الشهداء. أخونا جمال اختاره الله واصطفاه. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي أمثاله: إذا أحب الله عبدا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارفع البلاء والوباء عن أمة محمد وعن الإنسانية جمعاء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم بلغنا العشر الأولى من ذي الحجة يا رب العالمين. اللهم بلغنا العشر الأول من ذي الحجة، وبلغنا يوم عرفة، ووفقنا لصيامه وقيامه يا رب العالمين. ندعوك في هذه الأيام المباركات أن ترفع عنا البلاء والوباء. اللهم لا تخيبنا ونحن ندعوك، اللهم لا تخيبنا ونحن ندعوك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين: ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.